كابوس مرعب عاشه الطبيب المقيم في مستشفى الفرات العام بالكوفة ذو الفقار الكفائي حين قام منتسب في وزارة الداخلية بإشهار مسدسه الشخصي ووضعه على رأسه أثناء أدائه لعمله في ردهة الطوارئ في المستشفى بعد منتصف ليل الاثنين الماضي، لأنه لم يجد الدواء الذي كتبه لزوجته في صيدلية المستشفى بحسب الطبيب. أنا أفحص بطفل مريض هم أفحص به، وإذا بشخص يعني تهجم علي وكمشني من الصدرية، حط السلاح براسي وسحبني مع غلط وشتيمة وفشاير على العرض والسب، وسحبني مسافة تقريبا 15 أو 20 متر، يعني سحبني إلى باب الطوارئ والسلاح على رأسي. المعتدي الذي دخل المستشفى بسلاحه الشخصي دون أن يمنعه أحد خرج منه بسلاحه أيضا دون أن يوقفه أحد. إدارة المستشفى اتهمت القوة المسؤولة عن حمايته بالتقصير، معربة عن الخشية على كوادرها الطبية من تكرار الاعتداءات. اعتداء سافر واعتداء مسلح من قبل منتسب الى الشرطه على نلوم صراحه، يعني نلوم هذا الاداء من الFBS من حمايه المنشآت. نقابة الأطباء في النجف طالبت الجهات الرسمية كافة ومنها رئاسة الوزراء والسلطة القضائية ووزارة الداخلية بتفعيل قانون حماية الأطباء، مهددة بالاعتصام في حال عدم اتخاذ إجراء حازم بحق المعتدين على الأطباء أثناء العمل. تفعيل قانون حماية الأطباء والكوادر الطبية والصحية تفعيلا كاملا. هناك إجراءات قانونية من حقنا، ممكن تصل إلى اعتصامات متكررة في الأيام المقبلة إذا لم تلبى المطالب. قيادة شرطة النجف التي أكدت أن المنتسب المعتدي لم يسلم نفسه بعد تحدثت عن تشكيل لجنة تحقيقية متعهدة بحماية الأطباء وجميع الكوادر الصحية. عدينا خطة كبيرة لتأمين المستشفيات وحمايتها. ما وقع من حادث للأسف كان حادث مؤسف، وستأخذ الإجراءات القانونية مجراها وسينال المخالف جزاءه إن شاء الله. ويرى البعض أن تكرار الاعتداء على الأطباء يعود في بعض أسبابه إلى وضع حمايات للمستشفيات من نفس أبناء المنطقة، مما يجعل عملهم صعبا في منع التجاوزات. من داخل مستشفى الفرات بالكوفة، راجي نصير، الحرة.